ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. نبدأ الفيديو كده ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدأ كده الفيديو بتاعنا. كده لسه بقى ايه داخلين المطبخ. طبعا انتوا عارفين بداية يومي ببدأ يعني ايه. ببقى الصبح كده مفرهضة. جو بقى حر والنونو صغير والعيال وكده. وبعدين ربنا يخليلكوا عيالكم كلكم يا رب. مش عارفه، حاسه ان يزن متعلق بيا اليومين دول بطريقه رهيبه. عايزني افضل قاعده قدامه، مش عايزني اقوم اعمل اي حاجه، عايزني اشيله على رجلي وداني قاعده بيه. فحد عنده طفل في السن ده يقول لي هي دي فعلا حاجه يعني للاطفال كلها ولا ايه؟ انا السيد كنت بحطه في المشاية كان قدامي بيسكت. لا يزن عايزنا دني شايلاه على ايديا ومش هحطه في المشاية خالص. احطه في المشاية مثلا واحنا بنلعبه، اما نسيبه كده ويعيش حياته لا. المهم بقى ايه، بروح بادئه اليوم متاخر كده. ببدا يعتبر بخلص الشقه من بالليل زي ما بعمل لكم الروتينات كده. لو خطفت كذا حاجه كده بالنهار وهو مثلا نايم ساعه كده تمام. اما الشغل اللي بجد لا، ما هو بالليل عادت. خلاص بقى الصيف روتيناتي بالليل لان الصبح بفرهد من الحر وكده وما بقدرش اعمل بصراحة حاجة. فكنا كده الساعة 4 مثلا. طبعا عارفين ان جوزي بيجي متأخر، فببقى بقى ايه اللي هو اروق البيت وكده، وفي غسيل مثلا انشره. بصراحة بحب ألم الغسيل في الوقت اللي هو الساعة 4 دوت قبل الليل يعني، علشان خاطر لما بلمه بالليل قوي بحس انه ريحته مش حلوة. اما لما بلمه في الهوا كده بيبقى بصراحة ريحته حلوة وكده. اما مش مهم ان انا انشر بالليل، عادي انشر بالليل والم الصبح كده. فقلت بقى ايه، خلصت الشقة بره وكده وقلت ادخل. طبعا دوت كان الروتين بتاع بعد الكشري. طبعا خلاص بقى بحط الاكل. طبعا بكون مخلصه المطبخ بيبقى عليه حاجه يعني ايه، خلاص مفيش حاجه. هو مطرح ما انا غرفت الاكل او كده بس. فبخلص بقى ببقى خلاص كده انا خلصت يعني، خلصت وهقعد مش هعمل حاجه تاني. هو كوبايه الشاي وخلاص. ويبقى كتر خيره كمان لو هو عملها. ما بتحصلش، بس بيبقى نفسنا يعني. بقول يعني بفكر معاكم بصوت عالي. فكنت كده كان باقي هما الحلتين اللي هما دول اللي كان باقي فيهم واحدة كان باقي فيها المكرونة وواحدة كان باقي فيها الصلصة. ف اللهم صل على النبي. سخناهم تاني يوم وكده وقضينا بيهم. وجينا بقى ايه اليوم دوت كان امبارح، لان طبعا احنا بنتغدى متاخر فمش ينفع انزل لكم. عايزه بقى ايه ابدا ان انا اظبط الدنيا وانزل لكم الفيديوهات بدري شويه وكده. فلما هو احمد بيجي الساعه 9 مثلا 9:30 عقبال ما بنتغدى وبتاع. بتبقى الساعه 10:30 عقبال ما هدخل احمل الفيديو كده واظبط الفيديو بتاع واحده. فبقيت انزل الفيديو بتاع امبارح النهارده كده. المهم بقى دخلت كده على المطبخ. اول حاجه بعملها بلم المواعين اللي في الحوض واشطب الدنيا. وبعدين ايه ابدا اشوف انا هعمل ايه، عشان ما بعرفش اقف في المطبخ وهو كده ابدا. بحس ان انا ملعبكه كده وما بعرفش، مش عارفه احط فين دوت فين ودوت فين ومنين بيودي على فين مش عارفه. المهم يزن كان بيعيط، رحت له ورجعت تاني بقى كده. كان احمد جايب لنا سمك. قلت بقى اقف انضفهم كده بسرعه بسرعه الصاروخ. يا لو الدنيا بتمشي بسرعه كده اليوم، بس مش الدنيا ان احنا نكبر بقى لا، هو اليوم فعلا يبقى بيمشي بسرعه كده. ان انا اخلص الحاجه بسرعه كده وابقى ماشيه بسرعه كده زي النحله كده. اما في الطبيعي من الهلكه بحس ان انا ماشيه على طراطيف صوابعي. ربنا يعيننا يا رب ويخلينا ولادنا
ويشوي الاطفال. اليومين دول بجد الجو صعب، حر على سقعة على هوا على مش تعرفوا فيه ايه بالظبط. فالجو ده اصلا بيعيل العيال، فربنا يسترها على عيالنا كلنا يا رب. دلوقتي بقى انا في موضوع عايزه احكي معاكم فيه. انتوا طبعا كلكم يعني بصراحه بيجيلي مشاهدات كتير، وكل ما اكلم حد يقول انا بشوف فيديوهاتك وكده. طب فين اللايك؟ فين الكومنتات؟ يا جماعه الخير حرام عليكم. بحس ان انا لوحدي وخلاص ما عادش عندي طاقه ان انا انزل فيديو. اقسم بالله ببقى قاعده مش عايزه اصلا افتح الكاميرا. فعشان خاطري بجد يعني ايه، حسسوني ان في حد معايا. ده حتى لو انت مش عارفه تدخلي الجيميل مثلا ولا تعملي جيميل، ده انت لو وصلتي لمحل الموبايلات وانت نازله كده رايحه في اي مكان، هيعملوا لك، مش هياخد منك حاجه، مش هيكمل معاكي 5 دقايق. فاللي بيحبني هيتعب عشان خاطري ثانيه كده. فعلشان خاطري بقى ايه، يتعبوا معايا وحسسوني ان في حد في ظهري. وده انتوا لو دخلتوا كده على يعني على الكومنتات عملتوا لي قلب وطلعتوا، هتفرحوني. اقسم بالله بتبسط قوي من اقل كومنت بيتكتب لي. فحتى لو عملتي لي قلب كده بس انا بتبسط. بحس ان بجد في حد يعني اللي انا بعمله عاجب حد يعني. فعشان خاطري بجد يعني ايه، مش تستخسروا فيا الحاجات دي. كده نضفت السمك كله، بقصقص الزيادات اللي فيه، اللي هي الحاجات اللي فيه، وافتح البطن وانا ماسكه بقى ايه، ماسكه المقص كده بالمره. وبعد كده بقى بالمعلقه واروح مكحتاه والدنيا كده يعني. وبعد كده بقى بغسله تحت الحنفيه سريع سريع، واروح حاطه عليه ملح والفه في ملح واسيبه عقبال بقى ايه ما اشطب كده الدنيا حواليا والم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امسح الرخامه كده واشوف الدنيا حواليا فيها ايه يعني وكده. و واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلص كده. كده بقى ايه، اصبن الحاجات اللي انا استعملتها يعني، واغسل الحوض كده مكان الزفاره، ونلم بقى المكان اللي احنا نضفنا وكده نرميه على طول عشان ما يعملش ريحه في الشقه. وخلاص على كده نسيبه بقى ملفوف في الملح كده. بصراحة الملح بيخليه ينزل الزفارة اللي فيه، وما يبقاش فيه زفارة ولا فيه اي حاجة. بس كده. ونحط كمان بقى زي الفل. طلعنا بقى ايه، لفيناه بملح كده وسبناه. قلنا نلم الغسيل. الغسيل ده طبعا كنت نشراه معاكم امبارح، ف هنلمه بقى مع بعض. وقولوا لي بقى انتوا، ابعتوا لي كومنتات حلوه، وقولوا لي تسلم ايدك كده والكلام دوت. يا جماعه حسوني بجد ان حد معايا، حد بيسمعني، ان انا موجوده اصلا. ده حاسه ان انا هوا. نلم الغسيل كده بسرعه، مش هياخد مننا اي وقت، بس عشان خاطر ايه ما يتسابش كتير على الحبل. من ناحية لو في عفار هيتعفر، لو في شمس الشمس بتهلك الهدوم وبتخليها تدوب. فهو تنشري مثلا بالليل والصبح تلمي. لان الغسالة طبعا بتبقى مطلعة اصلا الغسيل ناشف. اللهم صل على النبي. بتبقى مطلعة الغسيل ناشف يا دوبك، بس بتسيبيه يتهوى. كده بقى الملايات مش بسيبها يعني ايه، مش بلمها واسيبها في السبت عشان بتكرمش. بقول لكم بقى بحب اعمل ابتدوت الم الملايات واطبقها وانا واقفه على طول، من ناحيه ان هي مش بتكرمش. بتاخد اصلا مكان في سبت الغسيل. بتحسسك ان الغسيل كتير قوي، وبتديكي بقى ايه ان انتي مش قادره بقى هتطبقي ده كله ومش عارفه ايه. لا،
فالفوط والملايات بطبقها بسرعة كده وانا واقفة، متاخدش وقت. ومن ناحية الملايات بدنها مفرودة، يعني مش تستاهل ان انا اكويها وكده، لان اصلا يعني الموضوع الكوي دوت انا بكوي اصلا الشميز اللي انا ببقى انزل بيه بالعافية ده لو كويته اصلا. فهقعد بقى اكوي ملاية وبتاع، يا نهار اسوح. كده هم بص بيبقوا مفرودين، مفرودين كده. فانت تطبقيهم بس تحطي ايه الخدية والمخدة فيها، الكيس بتاع المخدة والخدية الصغير ده، عشان خاطر ايه تطلعي الملاية كده يبقى حاجتها فيها، متقعديش تدوري وكده. ودول طبعا كنت غسلاهم برضو، المشاية بتاعة المطبخ واللي هي الطقطقتين دول، والحفظتين بتوع الصالة، المشاية والحفظة الكبيرة برضو نشفوا كده نلمهم، ويبقى حاجتنا ايه نضيفة كده والدنيا ملمومة حوالينا. هعمل لكم بقى روتين في الصالة وانا بفرشهم نضاف، واشيل برضو اللي في الصالة اغسلهم، ومش نسيب حاجتنا متبهدلة يعني. وجبت معايا بقى ايه راسين توم كده من البلكونة. طبعا هنا كنت بتخانق مع السيد لا بيعصبني جامد. يا دوبي يعني اقعد بالساعة مثلا نايم في يزن، ويا دوبي انيمه. خلص بقى تقشير التوم كده، خلصنا اهو تقشير التوم. هنحط بقى على التوم دوت حبة ملح وكمون وكزبرة، ولو عندك بهارات سمك حطي، ما عندكيش خلاص. هو يعتبر روح السمك الكمون والكزبرة. وظبطي ملحك كده، وروح حاطه معاهم قرنين فلفل، دقيهم بس كده. بصراحة انا ما بحبش ادق على الرخامة كده، بس ايه قلت اوريكم قدامكم كده بس. اما انا بحب انزل كده في الارض يعني ودقت في الارض كده، دقيته وعصرنا عليه ليمونه كده عشان يبقى التتبيله نفسها عليها ليمون. اجي بقى هنا كده على الحوض اشطف السمك. هنا كده شطفته دي مره ودي التانية بتهيألي، مش عارفه. بس انا بغسله مرتين، يعني بعد ما بنضفه بشطفه كده واحط عليه ملح والفه في الملح، وبعد كده ارجع اغسله بقى اشوف لو في حته دم زياده، في اللي هي الحاجات السمراء اللي بتبقى في البطن ديت زياده كده، اعيد عليه تاني واحط عليه ملح تاني واعصر عليه ليمونه ولا 2، واسيبه شويه وارجع له بقى اشطفه واحط بقى في التتبيله. فانا مش فاكره يعني صورت لكم الحتتين ولا هي المقطع واحد بس. بروح بقى كده عايده عليه كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده ننضفه كله كده. هو بصراحه ما كانش كبير قوي وما كانش صغير قوي، كان متوسط، بس بسم الله ما شاء الله عليه بالهنا والشفا. كان تقولوا فيه سكر عسل نحل. هنا لا كده كانت اول مره. كده برضو لفيته بملح تاني وهعصر عليه ليمونتين كده واسيبه بقى ايه مع نفسه شويه كده. كان في كنت نشرة دورة غسيل كده، ابتدى حاطه دورة ابيض اللي هي الكفرات بتاعه المراتب وكده في الغسالة. طلعتها وقلت احط دورة الغسيل دي، ومن ساعتها النور عمال يقطع ويجي، مش عارفة اشغل الغسالة، خايفة اوي اشغل الغسالة بصراحة. كده غسلته اهو، شطفته كده. برضو احط بقى احط عليه التتبيله والتتبيله الزياده احطها عليه من فوق كده والفه بيها، وبعد كده اعصر عليه برضو من فوق كده ليمونه وخلاص، واسيبه بقى ساعه الاكل انه يبقى جاهز يعني.
بسيبه شويه يعني، بيبقى اللحم بتاعه نفسه متطعم بالتتبيله، وكمنه كمان صغير، ما طولش يعني، مش عملته من بدري. لو سمكه كبيره بروح مفتحها من الظهر وحاشيه في الفتحات وسايباها مده طويله يعني، مثلا ممكن اعمله قبلها بساعتين ولا حاجه. هنا بقى جينا على الطاسه دي كان فيها زيت مكان بطاطس، فاخدت منه اقطع فيه البصلتين كده للرز. هقطع فيه بصلتين كده للرز يغمقوا شويه، وبعد كده حطيت برضو نص قرن فلفل كده بيديله طعم حلو، لان نسيت اسيب له من التتبيله، فقلت اقطع له كده قرن فلفل بيديه طعم حلو. وجيت هنا بقى بظبط ابتدى بعمل السمك في الدقيق، وكنت جايبه الحاجات بتاعه السلطه اغسلها. هنا بقى البصليه غمقت اهي، حطيت لها الميه بتاعتها. بحط الميه تكون زياده عن الرز شويه، لان الرز اللي هو البصل ده بيشرب ميه كتير، عشان مش يبقى محصول كده معاكي اكنك بتاكلي حاجه مش مستويه، بيقرمش كده، لا بتزودي شويه، واول ما بيشرب ميته تقلبيه تقليبه وتوطي عليه، بس مش يشرب ميته جامد يعني، مش تنشف قوي، يبقى فيها لسه منغنغه كده زي المبكبكه كده، يبقى فيها حبه ميه شويه. وهنا بقى اي حاجه طلعت معايا غسلتها على طول، وجبت الرز غسلته هو كمان، وغسلت حاجه السلطه. ونولع بقى الزيت هنا لقيته كتير، فطبعا انتوا عارفين ان الزيت بتاع السمك بنستعمله مره واحده وخلاص، وبيترمي على كده، فخساره. قلت بقى اشيل حبه الزيت دول، ممكن نعمل بيهم حاجه تاني كده. وخدت الزيت هنا اقلي فيه السمك واعمل السلطه وانا واقفه، مش تاخد مننا وقت. انا طبعا مش بعلمكم، انا بشارك معاكم اليوم بس، مش بعلمكم يعني. ممكن واحدة مثلا تكون واقع منها حاجة، مش عارفة حاجة، احنا بنتعلم من بعضينا يعني. ممكن انا اعمل حاجة انتوا بتعملوها بطريقة غير كده، تقولوا لي في الكومنتات مثلا لا انا بعمل كذا وجربيها، اجربها لو طلعت كويسة اقول عليها عادي. هنا بقى السمك اتقلى، احط كمان رصة كده. بصراحة ما قلتش السمك كله، هو قلت على قدنا كده بس، واتبقى منه يعني 4 مشاط ولا حاجة. فتاني يوم بقى ايه اجيب جنبه ممكن مثلا احمد اقول له يطلع على الكوبري مثلا، عارفين انتوا السمك الصغير خالص بتاع الشوي ده بحبه قوي، ممكن يجيب لنا مثلا كيلو نشويه جنبها ويبقى خلاص. ممكن نجيب حاجة تانية.